حكايتنا بتبدأ ببنتين صغيرين، واحدة اسمها تشارلوت والتانية اسمها تيانا. والاتنين دول كانوا قاعدين بيسمعوا قصة الأمير والضفدع. وكانت القصة عبارة عن إن أميرة باست ضفدع، وبعدها الضفدع ده اتحول لأمير واتجوزوا في الآخر. وبعد ما بتنتهي القصة تشارلوت بتتحمس جدا وبتقول إن هي ممكن تبوس ضفدع، لا دي ممكن تبوس 1000 ضفدع عادي، وده فعلا هيحول الأمير ويتجوزها. بس وقتها البنت التانية اللي اسمها تيانا رفضت الموضوع خالص، وقالت إن عمرها أبدا أبدا ما هتعمل كده، ومفيش حاجة تستاهل أبدا إن هي ممكن تبوس ضفدع. بعدها بشوية بيدخل بابا تشارلوت وبيشوف فستانها الجديد، وساعتها بيعجبه الفستان وبيروح يشكر الخياطة، وبيكون اسمها ايدورا، وبيقول لها كمان ان هي احسن خياطة في المدينة كلها. وبعدها تشارلوت بتطلب من باباها ان ايدورا تعمل لها فستان زي اللي مرسوم في كتب الاميرات. باباها بيوافق وبيسأل ايدورا لو تعرف تعمله. ايدورا طبعا بتوافق على طول، وبتقول لتشارلوت ان هي كمان هتعمل لها احسن منه. وبعد كده ايدورا بتاخد بنتها تيانا وبتمشي، ولما بيروحوا على بيتهم بتبدأ ايدورا ان هي تشغل مكنة الخياطة بتاعتها وتشتغل. اما تيانا وباباها كانوا بيعملوا الاكل. وقتها تيانا كانت بتدوق باباها الاكل، وباباها ساعتها كان فرحان جدا وبيقول لها ان ده احسن اكل داقه في حياته. وبعد لما خلصوا بيجتمعوا مع جيرانهم وبياكلوا كلهم سوا مع بعض من نفس الاكل اللي بتعمله تيانا. ولما دخلوا لبيتهم تاني بابا تيانا قال لها ان احلى حاجه في الاكل انه بيجمع كل الناس حتى لو كانوا مختلفين، وكمان بيعرفها انه لما يفتح مطعمه الخاص الناس هتجيله من كل مكان، وهيقفوا كمان طوابير علشان يدوقوا الاكل بتاعه. وساعتها تيانا بتقول لباباها ومامتها ان كتاب تشارلوت كان مكتوب فيه لو شافوا نجمه بتلمع في السماء وتمنوا وقتها امنيه ساعتها الامنيه دي بتتحقق. وبيخرجوا تيانا بتقوم بسرعه من السرير وبتقف عند الشباك وبتفضل تبص للنجوم، بس ساعتها لقيت قدامها ضفدع فخافت وقفلت الشباك ورجعت بسرعه لسريرها تاني. ومن اليوم ده بتمر الايام وبتعدي السنين، وتيانا بتكون كبرت واشتغلت كمان جرسونه في مطعم. وكمان تيانا طول الوقت بتحوش فلوس لان كان حلمها برضه ان هي تفتح المطعم، وكانت مصممه اكتر ان هي تحقق الحلم ده بعد ما باباها للاسف مات في الحرب. وكمان تيانا كانت ناويه ان هي لما تفتح المطعم تسمي المطعم باسم باباها. في اليوم من الايام كانت تيانا شغاله كالعاده، لكن في بنت من الزباين قالت لها ان في حفله جميله بالليل، وبتعرض كمان على تيانا ان هي تروح معاها. لكن تيانا بتقول لها انه ما ينفعش لانها كانت شغاله الصبح وبالليل علشان تحوش فلوس وتفتح المطعم. وقتها الطباخ بيسمع الكلام وبيتريق على تيانا وبيقول لها ان مستحيل تعمل كده ولا هتقدر تفتح المطعم لان المطعم محتاج فلوس كتير وهي لسه مش معاها حاجه. وفي تاني يوم تشارلوت وباباها راحوا المطعم عند تيانا، وتشارلوت بتقول لتيانا ان الامير نافين هيزور المدينه بتاعتهم، وقالت لها كمان ان باباها دعاهم للحفله اللي هم عاملينها وهيستضيفوه في البيت بتاعهم. وتشارلوت بتطلب من تيانا ان هي تحضر الحفله، ولكن تيانا اتأسفت لها وقالت لها ان مفيش وقت عشان تحضر لانها هتكون بتشتغل. لكن تشارلوت قالت ان مفيش شغل بعد النهارده، واديتها فلوس كتير جدا، وقالت لها كمان انها لازم تيجي الحفله وتعمل كمان الاكل الحلو اللي هم متعودين عليه منها. وطبعا لما الطباخ بيشوف كل الفلوس دي بيتصدم جدا وما بيكونش مصدق اللي حصل. وتيانا وقتها بتبقى فرحانه جدا لانها بالفلوس دي خلاص هتقدر ان هي تحقق حلمها. بعد كده تيانا بتروح لبيت قديم علشان كانت عايزه تشتري البيت ده وتفتحه مطعم، ووقتها بتجيب لها مامتها كمان الحله اللي باباها كان دايما بيحب يطبخ فيها. فساعتها تيانا بتحضنها وبتقول لمامتها ان باباها وحشها جدا، وساعتها مامتها بتواسيها وبتقول لها انها لما هتعمل المطعم وتحقق حلم باباها هيكون وقتها سعيد جدا بالانجاز اللي هي قدرت تعمله. وبعد كده تيانا بتاخد مامتها وبيدخلوا البيت، وبتبدا تيانا تشرح لمامتها وهي فرحانه الاماكن اللي هتنظمها للاكل، كمان المكان اللي هيبقى فيه المطبخ، وبتبقى بتغني مع مامتها وهم فرحانين. وتيانا بتقول ان هي خلاص حلمها قرب ان هو يتحقق. وبعد شويه بيوصل الامير نافين للمدينه وكان عمال يغني ويرقص في الشارع، لكن المساعد بتاعه اللي اسمه لورنس قال له ان لازم يروحوا لبيت السيد لابوف اللي هو ابو تشارلي علشان يجهزوا ويستعدوا للحفله. فالامير نافين قال له انه موافق بس بعد ما يرقصوا ويغنوا شويه. وبعدها بيظهر ساحر شكله غريب وبيقول للامير نافين انه ممكن يشوف له المستقبل لو عايز. وقتها الامير نافين بينبهر جدا بالسحر وبيكون عايز فعلا يشوف له المستقبل، لكن ساعتها المساعد لورنس بيتدخل وبيقول للامير نافين انه يبعد عن الساحر ده لان شكله مخادع. ولما الساحر بيسمع المساعد بيشتمه بيتعصب وقتها عليه وبيعترف للامير نافين بخطته، وبيقول له ان حقيقته ساحر فعلا لكنه مفلس ومعهوش فلوس، وان كل اللي بيتمناه انه يتجوز اميره غنيه علشان يبقى معاه فلوس ويبقى غني هو كمان. وفجاه الامير نافين والمساعد بتاعه بيغمى عليهم، ما بيحسوش ساعتها باي حاجه. واول ما الليل بيجي الاميره تشارلوت بتكون متوتره لان كده الامير نافين اتاخر على الحفله. وقتها تيانا كانت بتحاول تواسيها وتهديها، لكن في الوقت ده بيسمعوا خبر ان الامير نافين خلاص وصل. الاميره تشارلوت على طول بتروح له وبترحب بيه وبترقص معاه. وبعدها بشويه صاحب البيت اللي هتشتري تيانا بيجوا لحد عندها في الحفله وبيقولوا لها ان هم خلاص لقوا حد يدفع لهم الفلوس اكتر مقابل المكان اللي هي كانت نفسها تاخده. وكمان بيعرضوا عليها ان هي لو لسه عايزه البيت لازم تدفع اكتر وتكون كمان مجهزه الفلوس دي قبل نهايه الاسبوع. وبعدها تشارلوت كانت خلصت رقص وراحت لتيانا علشان تطلب منها اكل للامير، بس وقتها لقيت تيانا واقعه على الارض وهدومها متبهدله فبتاخدها للاوضه بتاعتها وكمان بتديها فستان من فساتينها. وتشارلوت لما شافت تيانا بالفستان كانت مبهوره جدا لان تيانا كانت جميله جدا وبتبقى شبه الاميرات. بس بعدها تشارلوت بتسيبها وبتروح
تروح علشان تقعد مع الامير نافين، بس وقتها تيانا كانت لسه زعلانه علشان كده حلمها هيضيع، وبتطلع البلكونه وبتبص على النجوم وبتتمنى تيانا ان حلمها يتحقق. لكن فجاه بتلاقي ضفدع قدامها، فبتفتكر وقتها قصه زمان بتاعت الاميره والضفدع اللي كانت دايما بتسمعه هي وتشارلوت وهم صغيرين. وتيانا المره دي ما بتخافش من الضفدع وبتبدا تتكلم معاه وبتحكي له همومها. لكن المفاجاه بقى ان الضفدع رد على تيانا، فتيانا ساعتها اترعبت من الخوف ودخلت الاوضه بسرعه، وفضلت تحاول ان هي تضرب الضفدع ده وبتبعده عنها. لكن وقتها الضفدع بيفضل يهديها ويقول لها ان هو الامير نافين. فتيانا بتستغرب وبتساله ازاي الامير نافين، وان الامير نافين اساسا موجود بره وبيرقص مع تشارلوت. فالضفدع نافين بيقول لها انه ما يعرفش، وانه كمان ما يعرفش ايه اللي حصل معاه. ولما الضفدع شاف الكتاب اللي كانت بتقراه قال لها انه عارف الحل، وان هي لازم تبوسه علشان يرجع امير مره تانية. ولان تيانا ما كانتش قدامها اي حل تاني قررت ان هي تساعده. لكن المفاجاه بقى ان اول ما باست الضفدع تيانا هي اللي اتحولت وبقت ضفدعه زيه. واول ما بتشوف شكلها الجديد بتكون مرعوبه ومتعصبه كمان من شكلها الجديد. ولما بتتخانق معاه بيقعوا هما الاتنين من البلكونه وبينزلوا على الحفله، وكل اللي في الحفله اول ما بيشوفوهم بيصرخوا بيفضلوا يهجموا عليهم. ومن الناحيه التانيه بنكتشف ان الامير نافين اللي في الحفله هو نفسه المساعد بتاعه اللي اسمه لورنس، وان اللي عمل كل ده هو الساحر وبيتحكم في كل واحد من الموجودين، وبيعمل كل ده عن طريق سلسله مسحوره. ومن الناحيه التانيه الامير نافين وتيانا بيكونوا هربوا من الحفله، وساعتها الامير نافين بيبدا يحكي لتيانا كل اللي حصل معاه من وقت ما قابل الساحر. ووسط الكلام الامير نافين بيعرف من تيانا ان هي مش اميره، وان هي كمان مجرد عامله في مطعم. فبيقول لها انه عارف كده ليه التعويذه باظت، ان هو كان المفروض ان هو يبوس اميره حقيقيه مش يبوسها هي. وفجاه الامير نافين وتيانا بيبدا يهجم عليهم مجموعه من الحيوانات والطيور، بس في النهايه برضو كانوا بيعرفوا يهربوا. وفي تاني يوم اول ما تيانا صحت من النوم راحت تصحي الامير نافين وقالت له ان هم لازم يتصرفوا علشان يحلوا المشكله اللي هم فيها دي. فالامير نافين بيقول لها ماشي، وبيبدا يسمع كلامها وبيمشي وراها. لكن بعد شويه بيظهر لهم فجاه تمساح. الامير نافين وتيانا بيحضنوا بعض وبيكونوا خايفين جدا منه، بس وقتها التمساح ما بيعمل لهمش حاجه وكمان بيطمنهم وبيقول لهم ان هو مش خطير، وبيقول لهم ان هو بيحب الموسيقى وانه موهوب جدا. ولما تيانا والامير نافين بيعرفوا التمساح ان هم بني ادمين، التمساح في البدايه ما بيصدقهمش وبيفضل يضحك ويتريق عليهم، بس بعد شويه اصرار منهم التمساح بيبدا يصدق وبيقول لهم ان اللي هيحل مشكلتهم دي واحده اسمها ماما اودي، ودي تبقى اشطر ساحره في الوادي، وكمان هي الوحيده اللي هتقدر تساعدهم وترجعهم تاني. ومن ناحيه تانية تشارلوت كانت بتفطر مع الامير نافين المزيف، لكن فجاه الامير نافين ودانه بتكبر، ولما بيبص على السلسله اللي فيها التعويذه وفيها دم الامير نافين الحقيقي بيلاقي ان الدم بيقل والتعويذه بدات تنتهي. فساعتها بيستخبى جوه فستان تشارلوت وبيعرض عليها ان هم يتجوزوا في اسرع وقت. فتشارلوت ساعتها بتفرح جدا وبتسيب الامير نافين وبتمشي علشان تبلغ باباها، وبيبداوا في تجهيزات الفرح. وبعدها بشويه الدم كله بيخلص من السلسله وبيرجع مساعد الامير لورنس لشكله الحقيقي. فالساحر ساعتها فضل يفكر في حل بديل علشان يكمل خطته وينفذ اللي هو عايزه. ومن ناحيه تانية تيانا بتقول للامير نافين والتمساح ان هي نفسها تحقق حلمها وتفتح المطعم اللي باباها كان طول عمره بيتمناه. ولما جت سيره الاكل الامير نافين بقى جعان، وبحركه تلقائيه منه بدا يطلع لسانه وبياكل الحشرات. وقتها تيانا بتضحك عليه وبتبقى قرفانه جدا من اللي بيعمله، وبتقول له ان هي مستحيل تعمل شبهه. بعد شويه بيقابلوا حشره اسمها راي، ولما الحشره دي بتعرف منهم ان هم رايحين للساحره ماما اودي دي بتستغرب وبتقول لهم ان مش ده الطريق، وبتبدا ان هي تقرر تساعد. وباقي اصحابها بيروحوا بينوروا لهم الطريق كله. ومن ناحيه تانية الساحر راح للارواح الشريره وفضل يترجاهم وطلب منهم ان هو يعرف مكان الامير نافين اللي بقى شكله زي الضفدع، ومقابل خدمتهم ليه هيسيبهم يعملوا في المدينه كل اللي هم عايزينه فعلا. وفعلا بعدها الارواح الشريره انتشرت في المدينه كلها، وكمان عرفوا ان هم يوصلوا للامير نافين، ولما بيروحوا علشان يخطفوه بيقدر يهرب منهم بسهوله. واخيرا بتنجح تيانا والامير نافين ان هم يوصلوا لماما اودي، لكن ماما اودي قالت لهم نفس الكلام وعرفتهم علشان التعويذه تتفك لازم الاول الامير نافين يبوس الاميره الحقيقيه اللي هي تشارلوت، وكمان لازم يعمل كده قبل نص الليل. وبعدها على طول تيانا والامير نافين بيركبوا السفينه المتجهه للمدينه بتاعتهم. واول ما الليل بيجي الامير نافين بيكون عامل عشاء رومانسي لتيانا، وكمان كان بيخطط انه يفاجئ تيانا ويعترف لها بحبه، لكن قبل ما يعمل كده اتلخبط جدا وتوتر ووقع الاكل كله. وقتها تيانا قالت له ان هي زعلانه جدا وان هي خايفه ان حلمها ينتهي، لان بكره اخر ميعاد للمهله اللي اداها لها اصحاب البيت. فالامير نافين وقتها بيتراجع وما بيعترفش لتيانا بحبه لان ده مش وقته مناسب يعمل فيه كده، وكمان بيوعد تيانا ان هو مش هيسيبها وهيساعدها انها تشتري البيت وتحقق حلمها. لكن بعدها بثواني الارواح بتوصل لهم، وبتقدر الارواح المره دي ان هم يخطفوا الامير نافين. ومن ناحيه تانية بنشوف تشارلوت وبتبقى لابسه الفستان وكانت واقفه قدام باب اوضه الامير المزيف وبتنادي عليه. ووقتها بتوصل الأرواح الشريرة وبيكون معاهم الأمير الحقيقي وبيسلموه للساحر الشرير. وفي نفس اللحظة دي السفينة اللي موجود عليها تيانا وصلت للمدينة، لكن تيانا ما كانتش لاقية الأمير نافين.
فسألت راي عليه. بس راي بيقول لها انه ما شافش الامير نافين من وقت ما قال لها انه رايح يعترف لها بحبه، وانه كمان كان هيدور على شغل علشان يساعدها تفتح المطعم. فتيانا لما بتسمع الكلام ده بتكون فرحانة جدا وبتروح هي تدور على الأمير بنفسها، لكنها لما وصلت لبيت شارلوت شافتها واقفة مع الأمير المزيف وبيحتفلوا بجوازهم. فساعتها بتزعل قوي، بتفكر إن الأمير نافين رجع بني آدم وهي لأ. وبعدها تيانا بتمشي وبتروح تقعد لوحدها وهي حزينة جدا. ولما راي بيروح علشان يواسيها، تيانا بتقوله إن مفيش مشكلة، وإن أساسا كل الأمنيات ما بتتحققش. فراي بيقول لها ان اكيد في حاجه حصلت وسابها ورجع للحفله تاني علشان يعرف ايه اللي بيحصل. وبعد شويه تدوير راي بيكتشف ان الامير نافين الحقيقي محبوس جوه صندوق. وقتها راي بيفتح الصندوق ده وبيساعد نافين وبيخرجه والامير نافين اول ما خرج هجم على الامير المزيف ووقعه على الارض. في اللحظه دي راي خطف منه السلسله وراح لتيانا وقال لها ان السلسله دي خطر جدا وما ينفعش تقع في ايد اي حد، ولا الساحر ولا ايد الارواح الشريره. ولما تيانا اخذت السلسله علشان تخبيها اكتشفت ان هي تقدر باستخدام السلسله دي ان هي ترجع إنسانة من جديد. لكن فجأة الساحر وصل لهم وحاول إنه يغويها باستخدام ألاعيبه، وقال لها كمان إنه هيساعدها تفتح مطعم كبير جدا وتبقى مشهورة وتحقق حلمها. فوقتها تيانا بتقوله إن باباها كان بيحلم بالحلم ده، لكنه كان مبسوط أكتر إن حواليه عيلته اللي بيحبها، وإن هي كمان هتعمل كده ومش هتتخلى عن الأمير نافين ولا الأميرة تشارلز. بس ساعتها الأرواح بتخطف السلسلة من تيانا وبيدوها للساحر الشرير، وطبعا ساعتها تيانا اتحولت لضفدع تاني لأن السلسلة ما بقتش معاها. لكن المرة دي بقى تيانا استغلت انها ضفدع وعرفت تاخد السلسلة من الساحر باستخدام لسانها. والمرة دي بدل ما ترجع نفسها بني ادمة تاني كسرت السلسلة. ومن ناحية تانية الامير نافين الحقيقي وصل لتشارلوت وحكى لها كل حاجة وعرفها انها لازم تبوسه قبل الساعة ما تيجي 12. ولما تشارلوت بتقرب منه علشان تبوسه تيانا بتوصل وبتمنع الامير نافين انه يعمل كده. لكن وقتها الامير نافين بيقول لها ان دي الطريقة الوحيدة علشان يرجعوا بشر وتتحقق حلمها. لكن وقتها تيانا بتعترف له بحبها وبتقول له ان حلمها عمره ما هيكمل الا بيه. وتشارلوت اول ما بتسمع الكلام ده بتتاثر جدا وبتعيط وبتقرر ان هي تبوس الامير علشان تساعدهم بس. لكن للاسف الوقت كان فات والساعه عدت ال 12. وكمان بعدها التمساح بيروح لهم وبيعترف لهم ان الساحر موت الحشره راي. فبياخدوه كلهم وبيروحوا عند البحر وبيودعوه الوداع الاخير وبيحطوه على ورقه شجره وبيسيبوه جوه البحر. وفي تاني يوم تيانا والامير نافين بيقرروا ان هم يتجوزوا. والمفاجاه بقى انهم لما بيبوسوا بعض في الفرح التعويذه بتتفك وبيرجعوا الاتنين بني ادمين تاني. ومن بعدها تيانا وبمساعده نافين بيقدروا فعلا يفتحوا المطعم اللي نفسها فيه. ومامة تيانا بتبقى فرحانه جدا لان تيانا اخيرا حققت حلمها. وطبعا كل ده بمساعده نافين اللي قرر يشتغل معاها ويساعدها في كل حاجه. وبكده بينتهي الفيلم بتاعنا.